شموع انطلق من غير فئات أو حصر. انفك سجن القلوب وترج قلب القصر. طوفان شموع انطلق من غير فئات أو حصر. انفك سجن القلوب وترج قلب القصر. فجأة الظلام اتعمى وعينينا بتفتح، واما الحناجر نورت في العتمة صحيت مصر. فجأة الظلام اتعمى وعينينا بتفتح، واما الحناجر نورت في العتمة صحيت مصر. من قلب خوف السنين طلعت برغم الأسر قلوب بريئة، إنما في الظلم ضد الكسر، ضد الرصاص الحصى سجيل على الباقي. ضد الرصاص سجيل على الباقي، والدم سال عالتراب. نبتة بتطرح مصر. قالت ده وقت الحساب. مين خان ومين وفى، وفي عز برد الميدان في قلوبها تتدفى. قالت ده وقت الحساب. مين خان مين في عز برد الميدان في قلوبها تتدفى. منها اللي وقت الخطر دبت في أحلام، واللي بحياته اشترى لحظة دموع النصر. منها اللي وقت الخطر دبت في أحلام، واللي بحياته اشترى لحظة دموع النصر. لحظة دموع النصر. والآن من أمام المنطقة الشمالية بالإسكندرية بنقابل أحد الثوار. أهلا وسهلا بحضرتك. عبد الرحمن الجوهري، منسق الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية ومنسق حركة كفاية. عايزين نسأل حضرتك النهارده إيه المطالب الموجودة في الثورة النهارده؟ والله النهارده أكثر منها مطالب. الهدف الرئيسي من 25 يناير 2012 هو تجديد الثورة، واحنا النهارده نازلين عشان نقول للحكام الجدد اللي هم المجلس العسكري والصاعدين الجدد تيارات الاسلام السياسي ان ثورة 25 يناير النهارده بتجدد دمها من خلال شبابها والشعب المصري الذي ما زال يحتضن اهداف الثورة ولن يسلم تلك الثورة لاي شخص يلعب بيه او بمخدرات الشعب المصري. وبالتالي النهارده بنصمم على طلباتنا ان مصر يجب ان تكون دولة مدنية ديمقراطية، يجب انهاء حكم العسكر. نحن ضد استمرار المحاكمات العسكرية، نحن ضد استمرار حبس المسجونين في قضايا عسكرية او سياسية. نحن مع يجب وضع دستور من خلال جمعية تأسيسية تمثل كل طوائف الشعب المصري ولا تمثل تلك الأغلبية الكاذبة الموجودة في البرلمان النهاردة، عشان يتم وضع دستور والاستفتاء عليه وإقراره قبل انتخابات الرئاسة. القضاء الذي يجب أن يتم تطهيره، مؤسسات الدولة يجب أن يتم تطهيرها، وزارة الداخلية يجب إعادة هيكلتها وتشكيلها وطرد كل القيادات الأمنية الفاسدة الموجودة من العهد البائد. إذن ما زال يحكم مصر عن النظام السابق،
عشان كده بنطالب بتطهير كل المؤسسات، وعلى رأس تلك المؤسسات التي ذكرتها المؤسسة العسكرية التي تمتلئ فسادا وتتواطأ وهي رأس الحربة مع القوى المضادة للثورة ضد الثورة وضد الثوار. وعشان كده بنأكد ان لما الشعب المصري بيرفع شعار يسقط حكم العسكر، لانه يريد ان يتنفس هواء مدنيا وديمقراطية ودولة يتم فيها تحقيق المواطنة الكاملة واقرار دولة القانون والمساواة بين كل المواطنين. وفي الاخر بنصمم على يسقط حكم العسكر. وائل سمير، المنسق العام للكتلة الوطنية للحركة الثورية بالاسكندرية. انت كنت عايز تقول مطالبك، ايه المطالب؟ النهارده احنا لخصنا المطالب بتاعتنا في 5 مطالب. اولا بالقصاص للشهداء بالقصاص العادل، ورفع دعوة ضد مبارك بمحاكمة محاكمة خاصة على كل ما يلي، حنس اليمين الدستوري اعتمادا على خيانته للأمانة، ولن يحافظ على النظام الجمهوري، ولن يحترم الدستور المصري والقانون، ولن يحافظ على مصالح الشعب، ولن يحافظ على استقلال الوطن. مطلبنا هو للمجلس العسكري اما تكون مع مبارك اما تكون مع الثورة. السلام عليكم. اولا انا مصري زي اي بني ادم مصري، ولا بتابع لاي احزاب ولا اي حاجه، بالعكس انا اقل مصري ممكن يكون. انا عايز اقول قصيده صغيره عشان ما اطولش على حضراتكم، قصيده صغيره خالص. بقت حاجه محتاجه مليون سؤال، ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ دي بلدنا كترت حراميها، ويقول لك الجيش نحاميها، امال خيرها ده فين؟ يا فرحتي عايشين من غير حروب 30 سنه جوه البلد دي بلدنا خيرها ما هوش لينا، ده بيدخل جيب اللي حامينا، على كده عشنا سنين. يا ما سمعنا كلام ووعود كتير في برنامجك الانتخابي، ما لقينا ولا شيء ايجابي، ده عشتنا وغلتها علينا، خلتنا نمشي على ايدينا علشان ناكل عيش. كفايه بقى زهقتنا، خلتنا نكره انك وسطنا، لو كنت مصري زيك زينا كفايه شقه وابعد عننا وسيبنا نعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم من ايام العمر الجميله اللي احنا شفناها ما بعد ثورة 25 يناير التي حلمنا بيها طوال 40 سنة، وكنا بننادي بيها، وصنعنا أجيال من شعراء العامية حتى يقولوا كلمتهم بحرية وبإنسانية عالية المعنى، لأنهم هم من يرون رجل الشارع، ورجل الشارع هو هذا القائد لهذه الثورة. كل شخص وكل ذات مصرية أحد قواد هذه الثورة، لكن كشعراء قدمنا تمهيد لهذه الثورة منذ 40 عاما، جيلا وراء جيل، حالمين بالحرية والديمقراطية الحقيقية. ولي نداء من خلال هذا اليوم الجميل بقوله للناس كلها، احنا النهاردة مش بنحتفل بذكرى ثورة، احنا النهاردة بنحتفل ان احنا نجيب هذا الماضي الذي ضاع منا طوال هذا العام، الذي ذقنا فيه طعم الحرية الحقيقية. حق الشهداء وحق الجرحى وحق المنكوبين وحق الذين أصيبوا وحق الفقراء الذين يعني ضحروا بحرا طوال هذه الفترة من 30 عام السابقة، في وسط مجموعة من الحرامية النهاشين النباشين، حرامية آثار وأراضي وأسماء وأرقام. لو الأسماء اللي موجودة قدام قلبي طوال 40 سنة اللي عملت عليها دراسة، من حرامية آثار وأراضي وذهب وفلوس وتهريبات وبنوك، أحجام لا يتخيلها بشر. وأؤكد لكل الشعب المصري حقيقة واحدة، إن لو الفلوس اللي موجودة مع هذا النظام بالكامل وعلى الأقل ال15 سنة الماضية، سوف يضع الشعب المصري رأسه على مخدة على سرير ويتهنن ويطلب أكله من كنتاكي أمريكا، ويروح كل يوم يتفسح في منطقة شكل. أنا عمري ما كنت ضد نظام مبارك كشخص، أنا ضده كسلطة سياسية أفسدت الحياة السياسية كلها في مصر. أنا ضد حسني مبارك كطبقة حقيرة حكمت مصر وتسلطت على كل مقدرات مصر. طبقة حقيرة جت من 74 منذ عهد الانفتاح الاقتصادي، يعني النهارده 4 من 11 37 سنة. هذه طبقة رجال الأعمال اللي بيسموا مجازا رجال أعمال وهم ليسوا برجال أعمال، نتج عنه 4 مليون طفل شوارع، 2 مليون متشرد ومتسول. هو ده نظام مبارك اللي أنا بأدينه. أنا لا يمكن أقول حسني مبارك، أنا بقول النظام بتاع حسني مبارك. وأنا بطالب نفسي قبل الغير إن إحنا نسعى
لاسقاط هذا النظام اللي افسد الحياه السياسيه. واشكركم جزيلا واتمنى لكم التوفيق. اضرب غاز اضرب حي يا جداوي دورك جاي يا جداوي دورك جاي يا جداوي دورك جاي كل الشعب على هوية ياسمين طارق. نازله النهارده عشان شايفه ان المطالب لسه ما اتحققتش. الشهداء اللي ماتوا ما جبنا لهمش حقهم لغايه دلوقتي. محاكمه حسني مبارك عباره عن مسرحيه. ما فيش اي حاجه اتحققت خالص غير ان احنا شلنا حسني مبارك بس وجبنا بداله المشير. فشايفه ان ما فيش اي حاجه اتغيرت. دينا خليل. كل اللي انا عايزه اقوله ان الثوره مستمره. شكرا. انا مجدي عبد الواحد. احنا نازلين طالبين مطالبنا كلها واحده: الحريه، الاستقرار، العداله الاجتماعيه. ليه لغايه دلوقتي احنا ما حاكمناش الرئيس واللي معاه، الرئيس المخلوع؟ ليه المشير لغايه دلوقتي مش راضي يتنازل؟ اكيد ماسك فيها بايديه واسنانه عشان ليه عارف ايه فايدتها. وانا احب كاتب حاجه، انا شاعر غنائي وكاتب حاجه بمناسبه الثوره اسمها علشان مصري. علشان مصري بحب الناس، علشان ليا تاريخ واساس، علشان عمري ما احب الظلم، اصل الظلم ده ماضي خلاص، علشان حر وليا حقوق، لازم بعد الضلمه شروق، ما انا منفعش اعيش جواكي وانا متكتف وانا مخنوق. مصر بطالب بالحريه، قالوا مجنون، قالوا سلبيه، قالوا هتموت، طب ما انا ميت يبقى اموت وفي حريه، ونموت هتقولوا شهيد وبعد هيجي 1000 وليد، برضه يطالبوا بالحريه، اصل كرامه البلد شويه، علشان علمك رمز الحالي، احمر زي نيران احلامي، ابيض على احساسي وقلبي، اسود على اللي سرق ايامي. علشان مصر بحب الناس، علشان ليا تاريخ واساس، علشان عمري ما احب الظلم، اصل الظلم ده ماضي خلاص. دلوقتي احنا عايزين ننقل رساله للناس كلها ان مفيش سبيل لاستقرار مصر الا باستعاده الشرعيه الثوريه. ايه هي الشرعيه الثوريه؟ هي اتحاد شرعيه الصندوق مع شرعيه الميدان. الاثنين لازم يكونوا مع بعض الشرعيه الثوريه، لان طالما في ميدان التحرير لا يمثل نفسه ولا يمثل البقعه الجغرافيه اللي هو عليها، ده بيمثل هنا القائد ابراهيم وبيمثل هنا قدام المنطقه وبيمثل في السويس وبيمثل كل الميادين. اتحاد الشرعيه الثوريه مع باندماج شرعيه الصندوق مع شرعيه الميدان هنطلع بالشرعيه الثوريه. ايه هي الشرعيه الثوريه؟ الشرعيه الثوريه لها 3 مقومات. الثوار يختارون قادتهم، لان احنا انضحك علينا واتقال لنا ان اعظم ثوره في التاريخ من غير قاده. مفيش ثوره نجحت في تاريخ البشريه بدون قاده، سواء الثوره البلشفيه او الثوره الصينيه او الثوره الكوبيه، كل الثورات لازم يكون لها قاده، والقاده دول يا اما قاده فورمال يعني رسميين زي عبد الناصر وزي فيدل كاسترو، يا اما قاده غير رسميين زي نيلسون مانديلا وزي غاندي. علشان كده الثوار لازم من خلال الشرعيه الثوريه ومن خلال ال3 محاور. المحور الاول الثوار يختارون ايه؟ يختارون قادتهم. ولازم كلنا نفهم ان مش لازم نجتمع 100% على قاده، لو اجتمعنا 50 او 51% يبقى كافي، يبقى نختار قادتنا. نمرة حاجه الثوار يقررون، الثوار هم اللي يقرروا شكل دولتهم، هل هي مدنيه، هل هي علميه، هل هي دينيه.
النظام برلماني او نظام رئاسي. وثالث حاجه الثوار يشرعون. الثوار يشرعون، كل الناس دي كلها وراجل الشارع عمره ما هيقف مع الثوره ما دام ما فيش قرارات ثوريه بتمسه في اكل عيشه وبتمسه في تعليمه وبتمسه في معالجه في صحته لو عيه. علشان كده لازم بعد ما نكون الشرعيه الثوريه وبعد ما نختار قادتنا يبقى لازم نصدر قرارات ثوريه. كل الثورات في العالم كان لها قرارات ثوريه. هنقول زي ايه قرارات ثوريه؟ زي غزو الصحراء. انا لو خدت كل 10 اديت لهم 100 فدان في الصحراء وخليتهم يزرعوا نبات معين الناس كلها عارفاه في العالم وانقذ الارجنتين من الافلاس، وهو نبات اسمه الششوبه، الزيت بتاعه بيستخدم وقود للطيارات. لو كل 10 راحوا استصلحوا 100 فدان في الصحراء على الاقل هيحسوا. لو انا حطيت حد ادنى للاجور وحد يكفل حياه سليمه وحد اعلى يبقى الناس اللي في الشارع هيحسوا بيا. ليه؟ لان ما ينفعش واحد ياخد 2 مليون في الشهر وواحد ياخد 150 جنيه في الشهر. عشان كده احنا بنقول طول ما في ميدان وطول ما في صندوق منعزلين عن بعض مش هيحصل استقرار، لابد من اتحاد الاثنين في الشرعيه الثوريه. ده رايي اللي انا عايز ورسالتي اللي انا عايز اوصلها من اجل مصلحه مصر. شكرا. لكن لسه الجناح مربوط، لسه الامل ساكن، رافض يطير بشوق فتحوا القفص، لكن لسه الجناح مربوط، لسه الامل ساكن، رافض يطير بشوق. الحلم حريه والحب حريه وفي مصر حريه، خايف عايش اموت، شايف مش شايف شكل برها زي، محتار اعيش مكسور ولا اموت خايف. فين هو سجاني معقول يعود تاني، بقى هو حر طليق وانا لسه في مكاني. انا ناري لم تبرد واخوكي لم تبرد، طالبت بيها كتير لكن ما جاش الرد. في دم راح مني وديني مستني، ده ما في شي ترتاح لو بس بنهني. فكوا القيود واصحوا يا دولتين نايمين، في خلق بتضحي ولا انتم مش حاسين. العدل فين منكم بيجي قصاد عنكم، دم المات مني بين السما وبينكم. فوق يا خلقي هو انتوا لسه معاه ولا انتوا بتحاربوا؟ فتحوا القفص لكن لسه الجناح مربوط، لسه الامل ساكن، رافض يطير بشروق. فتحوا القفص لكن لسه الجناح مربوط، لسه الامل ساكن، رافض يطير بشروق. الحلم حرية والحب حرية وفي مصر حرية، خايف تعيشها تموت. شايف ومش شايف شكل البراح زايف، محتار اعيش مكسور ولا اموت خايف. فين هو سجاني معقول يعود تاني، بقى هو حر طليق وانا لسه في مكاني. انا ناري لم تبرد وحقوقي لم تترد، وطالبت بيها كتير لكن ما جاش الرد. في دم راح مني وديني مستني، ده ما في شهيد يرتاح لو بس بنغني. فكوا القيود واصحوا يا دولتين نايمين، في خلق بتضحي ولا انتوا مش حاسين. العدل فين منكم بيضيع قصاد عينكم، دم اللي مات مني بين السما وبينكم. فوق يا خلق ياهو
العدل ليه بيتوه؟ هو انتوا لسه معاه ولا انتوا بتحاربوه؟ فتحوا القفص لكن لسه الجناح مربوط.